إلى الجارة تونس، حيث تعرف خطوط الطيران المشتركة مع الجزائر إقبالا كبيرا طوال السنة، ما يحرم السياح الجزائريين من التخفيضات نظرا لارتفاع الطلب على هذين الخطين. وداد حمدي وجمال الدين بوشة. ينتظر أن يستفيد السياح الجزائريون الراغبون في زيارة تونس لقضاء العطلة من تخفيضات بالنسبة لأسعار النزل، لكن ارتفاع أسعار التذاكر وغياب رحلة الشارتر ورحلة الاقتصادية يضاعف ميزانية السائح الجزائري. tarif à la Alger, le tarif il varie entre 175 euros et 200 euros تقريبا la moyenne. Et c'est en général tarif اللي موجود معناتها tout au long de l'année. هذا que soit sur Air Algérie ولا sur Tunis. رحلات الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها التونسية التي تعرف حركية كبيرة طوال السنة وارتفاع للطلب عليها جعلت من ثمن التذكرة لا يخضع لمبدأ التخفيضات التي تعتمد في بعض الرحلات الجوية. بالنسبة للديستيناسيون تاع الجزائر سيت ديستيناسيون اللي معناتها ديما عليها الطلب وما بقصش عليها الطلب. سيت ديستيناسيون اللي معناتها انديبوندامون على العباد اللي معناتها تمشي للسياحه ولا العباد اللي من الجزائر يجيو للسياحه. معناتها عندنا لي زوم دافير اون جينيرال سيت اون ديستيناسيون اللي ديما عليها الطلب. ومعناتها حتى اللي باش يعمل حجز على الجزائر سيرتو لي ويكاند تلقاهم اون جينيرال ترو شارجي ويكود لا سيمين. معناتها يلفو ريزيرفي ديما اون سيمين 10 جور افون باش واحد يلقى البلايص نتاعو. سيت اون ديستيناسيون اللي مطلوبه برشا الحقيقه. ارتفاع الحركية بين تونس والجزائر إلى جانب أنه يحرم السياح بين البلدين من التمتع بأسعار منخفضة لتذاكر الطائرات، لكنه يضطرهم في بعض الأحيان إلى حجز التذكرة قبل عدة أيام من سفرهم نظرا لاكتظاظ الذي يعرفه هذين الخطين.